سابليه بمكونات صحيه فري جلوتين، ودي رابع وصفه انزلها في نواعم العيد. ليه تحفه جدا برده، ما يفرقش عن اللي معمول بالدقيق الابيض، يعني الاطفال هتتبسطوا بيه جدا، هيطلع معاكم قرمش ودايب من جوه. وهقول لكم كمان على سر التسويه اللي تطلعه لذيذ كده، وكمان المكونات. يلا نشوف الطريقه. نص كوبايه من دقيق الرز هحط عليه معلقه كبيره من الكاكاو الخام الاسباني الغير محلى، رشه بسيطه كده من البيكنج باودر، دي اختياري ممكن تستغنوا عنها. هحط عليها معلقه الا ربع من السكر الدايت، ويا ريت تطحنوه عشان هو كان محصن كده بصراحه وما كانش عندي وقت اطحنه. بس هحط 3 معالق كبار زبده جوز الهند على زبده بلدي، الاتنين مع بعض، وممكن تخلوها زبده جوز الهند بس هيطلع معاكم قرمش شويه. نقلبهم كويس مع بعض، وبعد كده ننزل بربع كوبايه لبن على صفار بيضه، ما نحطش بياض خالص. صفار البيضه بقى هيخليه يطلع كده السابليه ناعم، ويطلع كده مقرمش من بره بس ناعم من جوه. بصوا العجينه بتبقى عامله كده، وزي ما قلت لكم طحنوا السكر لان السكر كان عامل حبيبات كده بيضه. شكلوه بقى الاشكال اللي تناسبكم. يخش على درجه حراره 180، هيقعد في الفرن بالظبط 13 و14 دقيقه وهيطلع مستوي. خدوا بالكم فرن يكون مسخن مسبقا 5 دقائق بس في فرن اوسط. بصوا هيطلع بالشكل ده، وتسويته هتطلع مظبوطه. حطوا بقى تشوكليت، تحطوا مربى. انا حطيت الشوكليت طبعا بما ان هو اصلا بالكاكاو، حطيت عليه كده شويه زجزجه كده من الوايت شوكليت. الوايت شوكليت دي اصلا طبيعي. وبس كده، صحتين وهنا.